اهلين، السلام عليكم الحباب، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير لاباس. راح نشارك معكم بيتزا كاري سهله وبسيطه جدا. راح نديروا ربع كاس تاع زيت، وراح ندير كاس معمر تاع حليب عادي يكون دافي، وراح نديروا ملعقه صغيره تاع سكر، وراح نضيف كذلك ملعقه صغيره تاع خميره الخبز. راح نخلطوا المكونات مع بعض، وراح نديروا حبة عبيض ونخلطوهم مع بعض. جربوها وما راحش تندموه. هنا درت لها زدت لها نص كاس تاع ماء عادي يكون دافي. هنا راح نخلطوا العجينه تاعنا، نلموها وراح نعجنوها حوالي 5 دقائق. نعجنوها غايه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعي، ونكون قصيره عليكم، وكنش طولت عليكم. ان شاء الله يعجبكم. راح نعجنوها هنا بيان. هنا بعد ما عجناها 5 دقائق نخلوها ترتاح حوالي 10 دقائق، وراح نديرو لاصوص تاعنا. درنا هنايا طماطيش تاع الحبه ورابيناها، وزدنا طماطيش تاع المصبره، درنا مغرفه، ودرنا الثوم، درنا شويه حرور، شويه فلفله حمراء، خلطوهم ونديروا عليهم كاس تاع ماء وخليها طيب. هنايا رانا نخليها بعد ما ارتاحت لنا 10 دقائق حليتها، درتها في سنيوه. كنت دهنت السنيوه تاعي بالزيت ودرتها هي هنايا. راني درت لاصوص تاعي فوقها، ودرت شويه تاع طون طوماط. كاين اللي يحب يدير، كاين اللي ما ديريش، نورمال عادي. انا درت معاها شويه تاع الزيتون الخضر، ودرت هنايا فرماج، اي نوعيه تاع فرماج يكون عندكم. درت هذا الفرماج هنايا، وزدت فوقه فرماج تمرابي كذلك اي نوعيه. وان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعي، ونقال اشتراك والدعم. ما تنساوش اشتراك في قناتي يوميات جود. هذه هاي النتيجه، وتجي تهبل وتجي بنينه، تجينا بنينه تهبل. جربوها وما راحش تندموا. هاي ليك نتيجه. وهنايا ديت صوالحي، ديت كاع لشومبرتي، وانا نتفرجوا في الماتش. ان شاء الله مربوحه.